في قلب السودان حيث يلتقي النيل بالتاريخ، اتولد رجل كتب اسمه في سجل المقاومة بأحرف النور، شاووش ولد الأرباب الفاضل حفيد شاووش الكبير سليل سادات الشايقية العدلانة. منذ أن انتفض الملك عثمان واتحمت في عام 1660 سلطنة سنار، وتأسست ممالك الشايقية الأربعة: مملكة مروي، عناب، مملكة أمري، مملكة كجبي، مملكة حنك. وكانت مروي مركز الشورى والرئاسة، بيحكم جد بطلنا الملك شاووش الكبير، اللي بسط سلطانه على مملكة التفار والخندق وأرجو وحتى ككر المرفأ. من وين يا بنية نحن ما توصف صفاتنا المشاعر الشاعرية في كل محل تلقينا نحن. كان زمان في أرض مروي فيها الريح بتهب وتحكي شاب اسمه شاوس، كان بيجري بفرسه ما عارف إنه خطواته دي هتكتب تاريخ ناسه. أبوه الملك الفاضل اداه سيف وقال لي ده ما السيف للقتل، ده أمانة تحرز بها الوطن. في عزم الليل ساكن والنيل هادي تحت أضواء القمر، الشاب ده ما كان بس فارس، كان قلبه عامر بالإيمان، يتوضأ تحت السماء ويقرأ قرآن في ضوء النجوم، وكان بيحلم إنه مروي تقوم من جديد. ولد شاووش الصغير حكم بلاد مترامية الأطراف، حاكما وقائدا فارسا ودبلوماسيا. دخل في صراع مع المكنمي في شندي، لكن صلة الدم صنعت الصلح. الفرسان في كجبي بيرقصوا بالرماح، وهي واقفة في تلة الكاب إباية البيضة ترفرف زي الملاك. صفية بنت الملوك كان شكلها بين الحلم والمصير. في قاهرة المعز المماليك دخلوا قلعة محمد علي. الأبواب اتقفلت وسالت الدماء، خيانة في نص القصر. حين قضى محمد علي باشا على المماليك في قلعة مصر بما يعرف بمذبحة القلعة، هربوا المماليك إلى السودان، ولما حاولوا يفروا السودان أبدا ما رحب بهم، لأنه بلد بيقدر الثبات والرجولة. هربوا المماليك إلى السودان
ونزلوا ضيوف على ملك أرجو. لكن الطمع دفعهم لبدر وكيل شاول في أرجو ونهبوا بخزائنه. وفي نص مروي النحاس دكة والأولاد جر والناس عرفت إنه الحرب قربت. ما يتأخر الرد، يتحرك يشاول بيجلجل في أرض المعركة. شاوز دخل المعركة وكان قلبه صاحي. في معارك حاسمة هزم الممالك وفر أمير محمد بك الغرضي إلى شندي مستجيرا بمكة. وهنا كما في كل مرة انتصر العقل والدبلوماسية وقبل شاول أمان نمر شرط لبقاء الممالك داخل شندي. رجع مروي بكل عز واستقبلوه استقبال النصر، وسكت الزمن لحظة